السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال دايما يا جماعة بنسأله لنفسنا: هو ليه الرزق معايا مش بيزيد؟ هو ليه أنا بشتغل وبتعب كتير قوي بس الفلوس سبحان الله مش مكفية؟ مع إني بشوف ناس عندهم الدنيا إيه ما شاء الله، البركة ماشية معاهم في كل حاجة، وناس تانية والعياذ بالله مهما اشتغلت تحس إن الدنيا واقفة معاهم. هقولك على مفتاح من مفاتيح الرزق، بس تعالى هنا صلي على سيدك النبي واسمع كويس. المفتاح ده يا جماعة مش موجود ولا في بنك ولا في كورس بيزنس. المفتاح ده موجود في حديث نبوي شريف قاله حبيبك النبي. قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو أنت بتحب رزقك يزيد وعمرك يطول وتتبارك كمان فيه، يبقى لازم تصل رحمك. يعني تكلم قرايبك، تزورهم، تسأل عليهم، تدعي لهم، تحاول تراضيهم لو في خلاف. في كم واحد مننا بقاله شهور ما كلمش خاله؟ طب كم في كم واحدة بقالها كتير مخاصمة عمتها؟ طب في كم واحد قاطع اخوه عشان خاطر فلوس؟ وكم واحد مش بيكلم اخته عشان موقف صغير حصل منها؟ كل ده واحنا بنقول ليه الرزق واقف. طب ازاي وانت قاطع صلة رحمك، قاطع اللي ربنا امرك بيه ان انت توصله؟ عارف يعني ايه تصل رحمك؟ يعني كل ما تبص على عيلتك تقول ما شاء الله دول رزقي، دول رزقي في الدنيا، وصية ربي. يعني لما تزور امك او خالتك او عمك او عمتك، انت مش بتعمل حاجة بسيطة، انت بتفتح باب من ابواب الرزق. انت بتخلي ربنا يبارك لك في مالك وفي ولادك وفي وقتك وفي صحتك. في واحد زمان كان دايما يقول: انا كنت حريص جدا ان كل جمعة بعد الصلاة اروح ابص على عمتي وازورها، اجيب لها كده فطار وانا رايح واقعد معاها نص ساعة. يقول سبحان الله كل ما امشي من عندها، كل مرة ارجع من عندها الاقي شغل جاي لي من غير انا مطلبه. كنت بحس ان ربنا بيراضيني زي ما انا براضيها. طب هقول لكم على حاجة، تعالوا نبدأ كده مع بعض. لو انت عندك حد قريبك من الناس اللي هم كبار السن مش قادر تروح له، اتصل بيه. لو في خلاف قديم ابعت له رسالة. حتى لو هم اللي غلطانين خليك انت اللي تكسب. اللي عايز ربنا يزود له في رزقه لازم يراضيه.